مرحبا جميعا. أورام الخلايا الصغيرة الصماء تعرف أيضا باسم سرطانات الخلايا الصغيرة. المناطق التي يمكن أن تؤثر عليها تشمل الرئتين، ثم يمكن أن تكون في الكبد أو في البنكرياس أو في الغدد الكظرية، ونادرا جدا في الدماغ أيضا. الأكثر شيوعا من بين هذه السرطانات الصماء هو الذي يأتي من الرئة، عادة ما يرتبط بالتدخين. الأشخاص الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة لتطوير هذه السرطانات الصغيرة في الرئة، وتظهر بطرق مختلفة مثل صعوبة التنفس وإخراج الدم مع السعال، وهو ما نسميه نفث الدم. بسبب هذا قد يحدث انهيار في الرئة مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس. يمكن لأورام الخلايا الصغيرة في الرئة أن تنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم. الأكثر شيوعاً هو الدماغ. عندما ينتقل من الرئة الأساسية إلى الدماغ يسمى ذلك بالانتشار. يمكن أن ينتشر أيضاً إلى العظام، يمكن أن ينتشر أيضاً إلى الكبد، يمكن أن ينتشر أيضاً إلى العقد الليمفاوية. لذلك يختلف العلاج في الواقع لكل من هذه الحالات. عندما يكون محصوراً في الرئة فقط، فإن ما نقوم به هو إعطاء العلاج الكيميائي، وبعد العلاج الكيميائي يمكننا أيضاً النظر في جزء الإشعاع ليس فقط للرئة ولكن كإجراء وقائي. الوقاية تعني حتى لا ينتشر إلى الدماغ. نقوم أيضاً بإعطاء الإشعاع للدماغ كإجراء احترازي حتى لا تكون هناك مشكلة في المراحل اللاحقة عندما ينتشر المرض بعيداً عن الرئة، ما نسميه بالانتشار، خاصة إلى الدماغ أو الكبد أو العمود الفقري أو العظام، فإننا نحتاج إلى علاج النظام بأكمله كما هو. لذلك ندمج أيضاً مع العلاج الكيميائي شيئاً يسمى العلاج المناعي، ومع هذه التقنية الخاصة نتمكن من تحقيق سيطرة جيدة على المرض. بالطبع عندما ينتشر إلى الدماغ نحتاج إلى التحدث عن جانب الإشعاع أيضاً لهذه المناطق المحددة، لأن الدماغ منطقة حساسة جداً، وإذا كان هناك أعراض تتعلق بالعظام نحتاج إلى إعطاء الإشعاع كنوع من التخفيف إلى جانب العلاج الكيميائي.